حد عمل عمليه قلب مفتوح وغير فعلا الشريان وحصل له تاني مضاعفات او مشاكل، هل ساعتها بيبقى حل دوائي ولا حل دعامه؟ بالظبط. آه، ده برضو مربوط بالتكنولوجي اللي وصلنا لها لغايه دلوقتي. زمان كان حله دوائي، احنا هنعمل ايه تاني؟ خلاص ما احنا وصلنا لغايه اكبر حل وهو القلب المفتوح. دلوقتي لا، باختلاف الحاجات اللي احنا توصلنا لها بالتولز بتاعتنا، الاسلاك المرشده والوايرز بتاعتنا وحتى البالونات وحاجه اسمها مايكرو كاثترز اللي هي الاساطر الميكرونيه. بدانا ان احنا نحاول نفتح الشرايين القديمه خالص بتاعت الاولانيه ونبدا نصلحها. فلا بالعكس، لو حد من المشاهدين بيتفرجوا علينا كان عنده المشكله دي يبدا يستشير، لان في حاجات جديده تطورت وبدات يبقى ده اوبشن بالنسبه لهم اللي هو ما كانش قبل كده اوبشن. طب دكتور، انا عايز اعرف من حضرتك على حاجه. اتفضل. زراعه الصمام الاورطي بالقسطره، ايه السن المناسب ليها؟ وهل هي بتحتاج تخدير كلي؟ يعني سؤال حلو قوي برضه. دلوقتي احنا عندنا حاجه جديده، احنا اتكلمنا على الدعامات ودي حاجه صغيره قطرها يعني وهي مفتوحه قوي بتبقى حوالي 3.5 مللي، مش كبير قوي. هاويفر ان صمامات القلب، واحنا عندنا 4 صمامات في القلب، صمامات القلب قطرها بيوصل لحوالي 4 سم، ده كتير قوي. ما ينفعش ندخله من حتت صغيره زي الشرايين اللي في ايدينا او رجلينا. فالتكنولوجي دلوقتي تطورت ان هي بدات الصمام دي تضيق خالص ونعرف ندخلها ثرو برضو اساطر معينه وتوصل للقلب وتبدا تاكسباند، تبدا تفتح. وبعد ما تفتح الدليفري ده يبدا يطلع تاني خالص ولا اكن في فتح ولا حاجه. فمادام التطور ده وصل للمرحله دي ما بقيناش محتاجين تخدير، ما بقيناش نقعد في المستشفى بعد عمليه القلب المفتوح ممكن نقعد اسبوع مثلا، لا دي ممكن نطلع تاني يوم. فالتكنولوجي ساعدنا ان الحاجات اللي كانت كبيره قوي زمان وصعبه دلوقتي بقت اسهل وممكن تتعمل ب very minimal procedures يعني او incisions.